ناس كتير طلبوا مني اني ارجع تاني واتكلم عن ياسمين عز. بصوا يا جماعه، اللي ما يعرفش ياسمين عز دي، مجرد ان هي واحده ما كانتش مشهوره، فهي حبت تمشي عكس التيار علشان تلفت الانتباه، ويبقى الناس بتتكلم عنها كتير. فهي شافت ايه اللي ماشي عكس التيار، فقالت كل حاجه. يعني اليمين قالته شمال. يعني مثلا معامله الرجاله عامله ازاي ومش عارفه ايه. هي الست دي مش هيبان حقيقتها صح غير لما لما تتجوز. ده إن يعني اتحلت المشكله على ايديها واتجوزت. وفي الحاله دي هنشوف بقى المعامله المثاليه للرجل اللي هي كانت بتطبقها. هنقف لها كده كلنا صف كده، الرجاله والستات مع بعض، وهنقول لها ورينا كل النصايح اللي انت كنتي بتقوليها دي للستات وبتهاجمي الستات عشان الرجاله، طبقيها على نفسك. وادي ده اهي ان عملتها والله العظيم زي أمينة شلباية. طبعا ناس كتير قالوا لي يا روشا انتي وعدتينا هتتكلمي عن ياسمين عز وانتي نسيتي. بصوا يا جماعه، انا معلش الفتره اللي فاتت كنت مضغوطه، فطبعا ما كنتش مستحمله ضغط ياسمين عز مره اخرى، فكنت بمهد نفسي كده وباخد دروس يوجا عشان لما اجي اتكلم عنها الست دي ان بصراحه ابقى فايقه لها كده ومصحصحه لها. بصوا يا جماعه، ياسمين عز دي واحده هي مذيعة مغمورة. أنا ما كناش نعرف عنها أي حاجة، مش أنا بس، لا ده ناس كتير جدا تانية. فهي حبت تتشهر، فتعمل إيه؟ فقررت إن هي تشوف إيه عكس التيار علشان تتشهر. فهي قررت إن هي تمشي عكس التيار. فقال إيه هي؟ الرجالة على عيني وعلى راسي، وفعلا اخواتي تمام. بس الكلام اللي هي بتقوله، الرجالة قبل الستات كانوا بيهاجموها وبيقلسوا لأنها عليها، بتقول كلام بعيد عن المنطق تماما. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتقولها ايه؟ يعني لما حماتك تخش تفتح دولابك وتيجي تشوف هدومك، هي هتشوف هدوم السفيرة عزيزة. طبعا كل ست هي حرة ببيتها، سفيرة عزيزة ومملكتها، وهي حاجة خاصة بيها. يعني انت يا ياسمين لما في اعتبار ما سيكون لو اتحلت مشكلة الجواز اللي موجودة في البلد، وزي ده ان اتحلت اهي واتحلت وكده، وان هي يعني اتجوزتي يا قطة، انت بعد كده هتيجي تقولي ان هتسمحي لحماتك ان هي تفتح دولابك وبعد كده وتشوف هدومك عادي وتخش ومثلا انت مثلا لو بتوضبي ولا بتنضفي، ده ان نضفتي ولا وضبتي، هتخلي جوزك عادي يخش بالتراب واي حاجه وهتقولوا له ياه. قالت ايه؟ بصوا في الرفع يا جماعه، هي قالت في التركيز، قالت ياه استاذ محمد. طب لو هو ما اسموش محمد هنقول له ايه؟ يعني انا لو قلت له يا استاذ محمد في ناس هياخدوها كده هو اسمه اي اسم تاني، يعني ممكن الست تتطلق فيها. اقسم بالله نصيحه تودي الناس في داهيه. وتيجي تقول وانت قاعده جنب جوزك فرعونك الصغير والكبير. طب ازاي يعني؟ هو مين الفرعون الكبير ومين الفرعون الصغير؟ يعني مره تقولي جوزك هو فرعونك وفرعون الكبير. فرعونك ايه؟ ده كان فرعون ده نهايته زي الزفت وزي الاطران. انت كده بتمجدي الزوج يعني ان هو فرعون؟ ده انت كده ده فرعون ده يعني ايه؟ ما انتوا عارفين يا جماعه، ولا غلطانه ولا ايه؟ لو حد لا انا غلطانه قولوا لي. مش فرعون ده كان نهايته زي الاطران؟ يعني انت نهايتك ايه؟ ده تمجيد ولا ده نوع من الايه؟ ان انت يعني مش عارفه، انت مش ما عندكيش معلومه. فهي مش عارفه تقول حاجه. فهي فرعون، ما الفرعون ده كان ظالم يا ماما وكان نهايته زي الاطران. انت ايه ولا ايه؟ بص هكلمكم. والست دي فكرت ايه؟ فهي لما لقت امينه شلبايه وكده بتمشي بتشل الناس، وبرغم من كده الناس بيطلع رياكت عليها وطلعت ترند في حاجات وكده، قالت طب انا اخد برضو حاجه عكس التيار، واخد اليمين اخليه شمال واللي فوق اخليه تحت، وان انا اتكلم عن حاجه ان هي تنرفز الناس، والحاجه بدل ما تنرفز الناس هيتعمل عليها رياكت، وفعلا ده حصل، وهيتعمل عليها ترند، وده فعلا حصل. بس فعلا كلامها مستفز جدا يا جماعه. هي مش بمجرد بتقول حاجات كده بتعدي كان نوع من الضحك ولا حاجه، فعلا كلامها مستفز جدا. وكمان بتستفز الرجاله، الناس بتهاجمها الرجاله يمكن قبل الستات. يعني الستات بتاخدها بتقليص وسخريه، لما الرجاله كمان بيهاجموها. فهي ده مش نجاح. خلي بالك ده بيبقى نجاح مؤقت، زي البالونه تفضل تعلى تعلى تعلى، وفي لحظه بوم خلاص وراحت وهتترمى البالونه وملهاش لازمه. فانت بتقولي كلام يعني ايه؟
مش كده، مش بالمنظر ده. انت لما تجوز والله العظيم، بص هنقف لك كده صف وهنقف لك يا ماما طبقي النصايح اللي انت كنت بتقوليها للناس، طبقي كل حاجة، مش تطبقيها وتشيليها. احنا بعدين لا، نفذيها كل مكان. هنجيب فيديوهاتك كده بالترتيب وهنيجي نقولك نفذيها يا حلوة وورينا. هل فرعونك يا اختتي هتعملي كده، ولا انت مش هتستحملي حاجه من الكلام اللي كنت بتقولي بتشيلي بيه الصغير والكبير والستات والرجاله، وتيجي بعد كده هتقولي لا انا كنت ده في الخيال ولا في الاحلام؟ هيبقى في الاحلام، وساعتها تقولي لا ده انا كنت بقول كده نوع من الدعابه. فده للناس اللي ما تعرفش. فهي ياسمين انا لو عايزين يعمل عليها رياكت من عيوني الاتنين ان انا اعمل عليها رياكت، والله وافضلها مخصوص اقسم بالله افضلها مخصوص، لان فعلا كلامها مستفز جدا. قال وانت قاعده جنب فرعونك، مش عارفه ايه فرعونك كل شويه فرعونك دي، فرعونك ان انت ما تتنفسيش انها قلت لنفسكم ما تتنفسيش. ازاي يا بنتي تتنفسي وانت جنب فرعونك دوت؟ ازاي تتجننش ولا ايه؟ تنفذوا جنب فرعونكم وبعد كده بعد ما تيجي تنفذ الناس تقول لا انا قصدي ان انتوا تبقوا مكتومين، لا انا قصدي ان انتوا ما تتكلموش حتى لو هو متضايق، ما تتكلموش. طب وبعدين هي مش عارفه بتقول ايه وبتقول كلام هبل في عبط، وصدقوني والله اكتر كلامها مش حكايه بينرفز بس، لا ده كلام اكتره مش مستوعبه هي بتقول ايه والله. يعني اللي قال له هو بيعدي وانت بتنضفي وفيها ايه يعني ان هو يخش يلطش مش عارفه ايه، هي بتقول كلام مش مفهوم. هي بتشوف ايه اللي ممكن يستفز الناس وكده وان هي بتقوله، بس لو هتطبقه صدقوني مش هتقدر تطبقه. حتى لو اتجوزت ان هي مش هتطبقه والله ما هيتطبق، لان ده استحالة اي حد عاقل ان هو يتطبقه. ايوه نحترم الرجالة وده اكيد لازم يحصل وكده، وتبقى المعاملة بالمثل، هو يحترم الست والست تحترم الراجل، وده اكيد لان هي الاهالي ربت عيالها التربيه الصح ان هي لازم الست تحترم جوزها، وبرضه لازم الزوج يحترم مراته، لان كمان نصيحه الرسول ووصى الرسول الرجاله طبعا على الستات، فده الطبيعي. بس يعني انت كلامك مستفزه بتقول كلام غريب قوي يعني سي محمد سي مش عارفه ايه. طب ليه؟ ما وخلي بالكم في رجاله للاسف نوعيه معينه من الرجاله، وده للاسف حزني جدا وشفته في حاجات كتيره، انه ممكن بياخدوا نصايحها وبييجوا يقولوا لمراتاتهم انتوا ليه ما تقولوش كده وليه ما تعتمدوش على نفسكم ولا بتسمعوا ياسمين عز بتقول ايه وهم مش عارفين ان هي بتقول كده علشان الترند وان هي اخد صوت اسفه شهره وصيت، انا جمعت الاتنين مع بعض، وان بس ان هي علشان تكسب ترند وشهره وبس، انما هي مش بتطبق ده في الواقع، ولا في رجاله بيطبقوا ولا ستات، لان هي مش هتطبقه ولا في حد هيطبقه، كنوع ضرب من الخيال ما فيش حد بيعمله. وحتى لو طلعت للمريخ الكائنات الفضائيه ان كانوا موجودين على فكره هيضحكوا عليها ففي رجاله انا سمعت يعني ان في رجاله ممكن سابوا مراتاتهم او ممكن اتطلقوا في يوم فرحهم بسبب حاجات زي كده. ده اللي سمعته. كانت واحدة طالعة مع برنامج جراهام سعيد وكده وقالت ان صاحبتها جوزها سابها في يوم الفرح علشان قال لها فيها ايه يعني ما تمشي حالك وكده، لما كانت بتقول له تعالى يعني عايله خدني من الفرح، فقال لها ليه ما تيجي تمشي حالك وكده، ما تشوفي ياسمين عز بتقول ايه وليه ما تعمليش وليه ما تسويش وليه ما تقولي ليش. لو وصلنا للدرجه دي ان فعلا ممكن في بعض قله قليله من الرجاله بيقولوا الكلام ده فعلا، يبقى احنا هنروح في 60 داهيه، وان في عقول مريضه ممكن تسمع لكلام الست ياسمين دي يبقى احنا وساعتها بقى نقول على الدنيا السلام. فعلا لو حد هيسمعها فعلا ويطالب ان هي الحاجات الخياليه دي ان هي تتحقق بجد يا جماعه، احنا بنقولها بهزار وسخريه وكده، بس ان هي ممكن تتحقق او حد يطالب ان هي تتنفذ تبقى كارثه. يعني ايه تتنفذ ايه؟ دي بتنرفز الناس عشان تتشهر بس.
فهي تنفع ممثلة كوميدية ان هي تضحك الناس بالكلام اللي هي بتقوله بس مش اكتر من كده. فبجد يا جماعة لو عايزين نعمل رياكت قولوا لي اعمل لكم والله رياكت عليها، واجمع لكم شويه حاجات كده وان شاء الله نعمله ونقعد نتسلى ونهزر ونضحك للصبح اقسم بالله. مع انها ممكن تجيب جلطه للناس بعد الشر على الجميع يعني، بس ايه تبقى هي اللي جابته لنفسها وجت في ملعبي مره تانية.